أكبر غلطة ممكن تعملها في بداية الفريلانس إنك تختار مجال لمجرد إنك سمعت إنه بيكسب فلوس. هتلاقي ناس كتير، حد منهم ممكن يقولك اتعلم تصميم، التصميم بيكسب، وحد تاني يقولك لا اتعلم برمجة ده هي المستقبل، وحد تالت يقولك خليك مونتاج، أو حد يقولك خليك داتا أناليست. وفي الآخر هتفضل متنقل من مجال لمجال، وشوية هنا وشوية في المجال ده، وفي الآخر هتلاقي نفسك لا كملت في حاجة ولا عملت فلوس من أي مجال فيه. فخلينا نتفق مع بعض من البداية إن مش كل مجال الناس بتقول عليه مطلوب يبقى مناسب ليك فعلا، ومش كل مجال ناس كتير بتكسب منه يبقى انت لازم تبدأ فيه. ففي الفيديو ده هنتكلم عن ازاي تختار المجال المناسب ليك فعلا في الفريلانس، مش المجال اللي ماشي ترند، ولا اللي حد قالك عليه ان هو سهل، ولا اللي انت شفت منه اشخاص بيكسبوا على الانترنت. ولو انت من النوع اللي بتقول انا الناس سبقوني في المجال ده، او لو بدأت دلوقتي مش هعرف انافس، فخليك معايا بقى، لأن الفكرة دي بتوقف ناس كتيرة جدا قبل ما تبدأ، وفي الفيديو ده هنتكلم عنها بالتفصيل. أولا، ما تختارش المجال بناء على الفلوس. فأول قاعدة نتفق عليها مع بعض إن أي مجال ممكن يجيب فلوس، وأي مجال برضه ممكن إن هو ما يجيبش فلوس. فالموضوع مش بيكون مرتبط خالص باسم المجال. فخليك فاهم يا صديقي إن مش معنى إن في حد بيكسب من التصميم إن كل المصممين بيكسبوا، ومش معنى إن في حد بيكسب من البرمجة إن أي حد هيتعلم برمجة هيلاقي الفرصة مستنياه. الفكرة ببساطة إن الفلوس مش في اسم المجال، الفلوس بتكون في القيمة اللي أنت بتقدمها. فعلى سبيل المثال، العميل مش بيدفع لك علشان أنت بتعرف تعمل تصميم، هو بيدفع لك عشان تعمل له تصميم يبيع أو يشرح فكرته أو يخلي البراند بتاعه شكله احترافي. فبدل ما تسأل أنهي مجال بيكسب أكتر، اسأل أنهي مجال أقدر أتعلمه وأقدم بيه قيمة حقيقية. ثانيا، اختار مجال تقدر إن أنت تصبر عليه، لأن زي ما شرحت لك في الفيديو اللي فات، الفريلانس مش يومين تعلم وبعدها يجي لك أول عميل، ومش كورس هتخلصه وبعدها تقول أنا بقيت فريلانسر خلاص. دي رحلة كاملة، أنت محتاج إن أنت في الأول تتعلم، وبعدين تطبق وتغلط وتعدل، وبعدين تعمل نماذج وتقدم على شغل، وتعمل حسابك إنه وارد جدا إنه يترفض، وبعدين تبدأ إن أنت تحسن عرضك وترجع تقدم من تاني. فلو انت داخل المجال ده وانت مش بتحبه او ما عندكش شغف ليه او مش قادر ان انت تصبر عليه، غالبا هتسيبه اول ما تقابلك صعوبة. وده سبب ان ناس كتير بتتنقل بين المجالات. هتلاقي حد مثلا بيشتغل شوية في التصميم وشوية في المونتاج وشوية في البرمجة، وده مش علشان المجالات دي وحشة او ما فيهاش شغل، لكن بيكون علشان ما كانش فيه اختيار واضح من البداية. فاسأل نفسك قبل ما تبدأ في مجال معين: هل أقدر أتعلم المجال ده وأصبر عليه 3 أو 6 شهور من غير ما أزهق؟ هل أقدر أطبق عليه كل أسبوع؟ هل لما بشوف شغل في المجال ده بحس إني حابب أفهمه أكتر؟ طبعا مش لازم تكون عاشق للمجال من أول يوم، لكن على الأقل يكون عندك قابلية إنك تكمل فيه، لأن الاستمرارية في الفريلانس أهم من الحماس الأولاني. الحماس يا صديقي بيخليك تبدأ، لكن الصبر هو اللي بيخليك تكمل وتستمر في المجال. ثالثا، مجال عليه طلب حقيقي. النقطة الثالثة مهمة جدا. مش كفاية ان انت تحب مجال ولا ان انت تلتزم بيه، لا كمان لازم يكون المجال ده فيه ناس محتاجاه فعلا وبتدفع فيه فلوس. يعني وانت بتختار المجال ما تعتمدش بس على فيديوهات او كورسات، لا افتح بنفسك مواقع الفريلانس وشوف السوق بنفسك. شوف هل في مشاريع فعلا في المجال ده، الناس بتطلب ايه فيه تحديد، وايه المشاكل المتكررة عند العملاء في المجال ده، وهل الطلبات بتكون بسيطة ولا متقدمة، وهل في خدمات صغيرة أقدر أبدأ بيها ولا لأ. يعني على سبيل المثال، لو أنت مهتم بالإكسل، فما تقولش بس أنا هتعلم إكسل، شوف السوق بيطلب إيه بالظبط في الإكسل. هتلاقي مثلا ناس محتاجة تعمل كليننج للداتا، ناس محتاجة داشبورد مبيعات، ناس محتاجة تقارير شهرية أو ملفات متابعة مصاريف، ناس محتاجة إدارة مخزون، تحليل بيانات، أو حتى ربط جوجل شيت ببعضها، أو مجرد مثلا أتمتة بسيطة. وقتها هنا أنت بدأت تفهم المجال من السوق مش من مجرد كورس. ودي نقطة مهمة جدا، لأن الكورس بيعلمك الأداة نفسها، لكن السوق بيعلمك العميل محتاج إيه بالظبط في الأداة اللي أنت بتتعلمها دي. ونفس الكلام في أي مجال: التصميم، المونتاج، الكتابة، البرمجة، التسويق، حتى السوشيال ميديا.
فالمجال الصح مش بس اللي انت بتحبه، المجال الصح هو تقاطع بين 3 حاجات: حاجة انت تقدر تتعلمها كويس، وحاجة السوق محتاجها، وحاجة تقدر تعمل لها نماذج شغل. لو ال3 دول موجودين يبقى انت على الطريق الصح. رابعا، هل المجال مناسب لشخصيتك؟ دي نقطة ناس كتير بتتجاهلها، لكن مش كل مجال مناسب لكل شخصية. في مجالات محتاجة تواصل كتير مع العملاء زي التسويق وإدارة السوشيال ميديا، المبيعات، كتابة المحتوى أحيانا. وفي مجالات تانية محتاجة تركيز وتنفيذ أكتر زي تحليل البيانات، البرمجة، المونتاج والتصميم. ففي مجالات محتاجة ذوق بصري قوي، وفي مجالات تانية محتاجة تفكير منطقي وأرقام، ومجالات تانية محتاجة صبر على التفاصيل. فاسأل نفسك بصراحة، هل بتحب تتعامل مع الأرقام؟ هل بتحب التصميم والألوان؟ هل بتحب الكتابة أو بتحب الفيديو؟ ومش معنى كده إن أنت تهرب من أي حاجة تكون صعبة عليك، لكن مهم تختار مجال يناسب طبيعتك نسبيا علشان تقدر إن أنت تكمل فيه. مثلا لو أنت بتحب التنظيم والأرقام والتقارير، ممكن يناسبك أكتر إكسل أو باور بي آي أو الداتا أناليست بشكل عام. ولو بتحب الشكل البصري أكتر، ممكن يناسبك التصميم أو المونتاج. ولو بتحب الكتابة والإقناع، يبقى ممكن يناسبك أكتر كتابة المحتوى أو الكوبي رايت. الفكرة مش إن أنت تختار المجال المثالي، الفكرة إن أنت تختار مجال عندك صبر وعندك فرصة حقيقية إن أنت تكمل فيه. تعالى بقى لنقطة مهمة جدا، يمكن دي من أكتر النقط اللي بتوقف ناس كتيرة جدا قبل ما تبدأ، وهي فكرة إن المجال ده خلاص اتشبع، أو الناس القديمة سبقتك، أو في ناس أقوى منك بكتير دخلت في المجال ده. خلينا نتفق على حاجة واضحة: مفيش مجال شغال إلا وفي ناس سبقتك. فلو دخلت تصميم، برمجة، مونتاج، تحليل بيانات، أي مجال هتلاقي ناس سبقتك فيه. لكن وجود ناس قبلك مش دليل إن أنت ما تبدأش، بالعكس، وجود ناس قبلك معناه إن في سوق وفي طلب وفي ناس بتدفع مقابل المجال ده. بس الفكرة إنك ما تدخلش من أول يوم وتقول أنا هنافس أقوى ناس في المجال ده. لا، أنت مش مطالب من أول شهر إن أنت تنافس حد عنده خبرة 8 سنين وبراند قوي وعنده عملاء كبار. أنت في البداية محتاج تبدأ من مساحة تكون مناسبة ليك، يعني مثلا خدمة بسيطة، سعر مناسب لبدايتك، مشكلة واضحة تقدر إن أنت تحلها للعميل، أو نموذج شغل يثبت إن أنت فاهم جدا في المجال ده. وخليك فاهم السوق، مش كل عملاء كبار، في عملاء كتير محتاجين شغل بسيط بس يكون منظم واضح وسعره يكون مناسب ليه. ومش كل عميل بيدور على أفضل سعر في المجال، في عملاء بيدوروا على شخص فاهم أو شخص متعاون أو سريع أو حتى سعره مناسب. فما تقارنش بدايتك ببداية منتصف رحلة شخص تاني. الأوائل اللي سبقوك في الخبرة هم سابقينك فعلا بشوية، لكن لسه في فرص كتير جدا للناس اللي هتدخل بذكاء وتتعلم وتعمل نماذج وتحسن نفسها. وكمان أحيانا الشخص الجديد بيكون عنده ميزة إنه مرن أو بيتعلم بسرعة أو حتى متحمس حماس البداية، وبيقدر يدي اهتمام أكبر للعميل الصغير اللي الخبير الكبير ممكن يكون بيرفضه. فبدل ما تقول المجال ده فيه ناس سبقوني، قول أنا هبدأ من أنهي زاوية صغيرة جوه المجال ده. ودي طريقة تفكير مختلفة تماما. سادسا، ما تبدأش بمجال واسع جدا. من الأخطاء الشائعة جدا إن أنت تقول أنا هشتغل مثلا في التصميم، أو أنا هشتغل في البرمجة، أو حتى هشتغل في الداتا أو التسويق أو أي مجال بشكل عام. الكلام ده بيكون واسع جدا على النيش او على التخصص اللي انت المفروض تشتغل فيه. والعميل لما يسمعك بتقول انا بعمل كل حاجة، غالبا مش هيفهم ان انت متميز في ايه بالظبط. فالافضل تبدا بتخصص صغير او خدمة واضحة تقدر ان انت تقدمها بامتياز. فبدل ما تقول انا داتا اناليست، ابدا مثلا قول انا بقدر اعمل او اقدم خدمة مثلا داشبورد اكسل، او مثلا انا بقدم خدمة تنظيف بيانات، او مثلا بعمل ملف اكسل، او ان انا بقدر ارتب البيانات، او بعمل تقارير باور بي اي، او حتى بعمل جوجل شيت. تحاول ان انت تاخد تخصص معين جدا ليك وتبدا فيه. وكمان مثلا بدل ما تقول انا ديزاينر، ابدا قول انا بقدر ان انا اصمم بوستات سوشيال ميديا، انا مثلا بقدر اعمل ثامب لليوتيوب، او بقدر اعمل عروض تقديميه. كل ما خدمتك تبقى اوضح، العميل هيفهمك اسرع. العميل مش عايز يسمع انا بعرف اعمل كل حاجه، هو عايز يسمع انا اقدر احل لك المشكله دي ازاي. ودي نقطه فارقه جدا في البدايه في مجال الفريلانس. سابعا، اعمل اختبار بسيط قبل ما تلتزم بالمجال.
لو انت لسه محتار ومش عارف تختار المجال، اعمل اختبار بسيط. عين مثلا ليك 30 يوم، اختار مجال واحد فقط، مش مثلا 3 مجالات ومش كل يوم فكرة جديدة. لا، خليك في مجال واحد فقط لمدة 30 يوم. وخلال الشهر ده اعمل 3 حاجات مهمين. أول حاجة، اتعلم الأساسيات من مصدر واحد أو اتنين. بلاش فكرة ال20 كورس اللي انت بتقعد تشوف فيديو من كل كورس فيه. تاني حاجة، اعمل 3 نماذج لشغل بسيط في المجال ده. تالت حاجة، شوف السوق وافهم العملاء بيطلبوا ايه بالظبط. وبعد 30 يوم اسأل نفسك، هل فهمت المجال أكتر؟ هل قدرت إن أنا أطبق وحسيت إني ممكن أكمل في المجال ده؟ طب هل في طلب حقيقي في المجال؟ هل ان انا اقدر اطور نماذج الشغل بتاعتي دي واعرضها واعمل بيها خدمه؟ لو الاجابه يبقى كمل. ولو لا، عادي جدا يا صديقي، ما تيأس. انت ما خسرتش سنه كامله او ما خسرتش مده طويله، انت يا دوب جربت شهر وفهمت نفسك اكتر. وده افضل بكتير من ان انت تفضل سنه كامله بتقول انا لسه محتار ومش عارف ابدا في ايه. التجربة الصغيرة أحسن من التفكير الطويل من غير حركة. ثامنا، اختيار المجال حسب ميولك أنت في المجالات بتاعتك. خلينا أديك أمثلة بسيطة تساعدك إن أنت تفكر. لو بتحب الأرقام والتنظيم زي ما قلنا، يبقى تقدر إن أنت مثلا تبدأ في جوجل شيت أو إكسل أو باور بي أي أو الداتا أناليست بشكل عام. لو بتحب الشكل والتصميم، فممكن تبدأ في السوشيال ميديا ديزاين أو البراندنج أو البرزنتيشن ديزاين أو يوتيوب ثامبنيل مثلا. لو بتحب الفيديو، ابدأ في المونتاج مثلا شورتس أو ريلز أو فيديوهات قصيرة أو حتى يوتيوب أو موشن جرافيك بسيط. لو بتحب الكتابة، ابدأ مثلا كونتنت رايتر أو كوبي رايتر أو لينكد إن بوستس أو سكريبت رايتنج. لو بتحب التكنولوجيا وحل المشاكل، جرب مثلا تبدأ في الويب ديفلوبمنت أو في الأوتوميشن أو في الأب شيت أو حتى في النوشن سيستم. لو بتحب التواصل مع الناس، فانصحك تبدا مثلا في السوشيال ميديا مانجمنت او كاستمر سبورت. المهم ما تختارش بناء على الترند وخلاص، اختار بناء على قدرتك انت واهتمامك وطلب السوق، وتقدر تعمل فيها نماذج شغل ولا لا. دي الحاجات اللي فعلا هتفرق معاك في ان انت تعرف تختار المجال. تاسع حاجة، ازاي تعرف ان المجال مناسب ابدأ فيه. هديلك معادلة بسيطة هتحل لك اللخبطة دي. المجال المناسب ليك بيساوي مهارة تقدر إن أنت تتعلمها، زائد مشكلة في السوق، زائد مشكلة تقدر إن أنت تحلها، زائد كمان قدرة إن أنت تكمل فيه فترة كافية. لو ال4 حاجات دول موجودين، يبقى ده مجال يستاهل إن أنت فعلا تبدأ فيه. لو المجال عاجبك بس مفيش طلب، هتتعب شوية. ولو عليه طلب بس أنت مش قادر تكمله، للأسف بعد شوية هتسيبه. ولو بتتعلمه بس مش عارف تعمل نماذج، العميل مش هيقدر ان هو يثق فيك وفي شغلك. ولو عندك نماذج بس مش بتعرف تعرض نفسك، يبقى محتاج تشتغل على التسويق والتواصل. فالموضوع مش مجرد اختيار مجال وخلاص، الموضوع ان انت تختار مجال وتفهم السوق وتعمل نماذج وتعرف ان انت تعرض نفسك فيه بشكل واضح. خلينا نخلص الكلام، ما تدورش على اسهل مجال وما تدورش على اسرع مجال يجيب فلوس وخلاص. وما تقولش ان الناس سبقتك في مجال فمش هعرف ابدا فيه. دور على مجال تقدر ان انت تتعلمه وتطبق عليه وتعمل منه نماذج، وتقدر كمان ان انت تقدم بيه قيمة حقيقية لعميل عنده مشكلة. الفريلانس مش سباق يا صديقي مين فينا هيبقى الأول، الفريلانس سباق مين يقدر يستمر ويتطور ويفضل نتيجته أفضل. في الفيديو الجاي إن شاء الله هنتكلم عن خطوة مهمة جدا، وهي إزاي تبني بورتفوليو أو نماذج للشغل حتى لو ما عندكش عملاء قبل كده. ودي من أهم الخطوات اللي هتساعدك تبدأ بشكل عملي. لو الفيديو فادك، اعمل لايك واشترك في القناة واكتب لي في التعليقات ايه المجال اللي بتفكر تبدأ فيه، وهحاول اساعدك ان شاء الله واقول لك تقدر تبدأ منين. شكرا، اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.